Police! Anyone inside, make yourself known. Nah, get out of here, man. السلام عليكم، ازيكم واهلا بيكم في قناة ونس. ونرجع تاني لسلسلة الرعب، وفيديو النهاردة مش هيقل عن الرعب اللي فات خالص. من غير كلام كتير هبدأ الفيديو، بس قبل ما ابدأ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتسيبوا كومنت بايه اكتر فيديو فيهم عجبكم. صلوا على النبي ويلا نبدأ. 2 ممرضين في مستشفى اطفال حصلت لهم حاجة غريبة جدا. كانوا لسه مخلصين فحص للاطفال، وفجأة واحدة منهم ابتدى يبان عليها علامات توتر ورعب شديد، فخرجوا للطرقة وبدأوا يبصوا على حاجة. فواحدة فيهم راحت علشان تشوف ايه اللي بيحصل بالظبط في المستشفى، واللي حصل بعد كده أقل ما يقال عليه إنه مرعب. بص شوف بنفسك. ¿Qué pasa? No, salí la pieza de la 4, no sé, mi esposo cuando salí tenía algo atrás. Cuando vine para acá, se me empezó a pegar, boludo. Me pegué un cagazo y ahora lo veo. Pero esa es la estática, boludo. Pero está ¿Qué lejos. estática? Está viniendo para acá. Ay, la pelotuda. concha de la lora. La pibita de la camacita me dijo que le tocaron la pierna, que le apretaron la pierna. Ay, mierda, se viene para acá. Pero se viene para acá, pelotuda. No. ¿Está prendido el aire algo? ¿Qué sé yo? Sí, creo que sí. Tomátelo. Vamos No, para adentro, me boludo. fui a la mierda, la No, la concha de concha la de lora. la Ahí está. Que Asomate, pase boludo. largo, boludo. ¿Ves? No. Ay, la concha de la lora. ¡Ay, la No, puta que te parió! باين إن البالونة دي ماشية ناحيتهم، حتى لما اتجهوا لطرقة تانية حودت معاهم، وده شيء غريب جدا. وفي واحدة فيهم بتقول إن في طفلة قالت إن في حاجة في الأوضة بتاعتها مسكت رجليها، وكان في ممرض تاني بيقول إن في كان بيتبعه في كل حتة بيروحها في المستشفى. ففي اعتقاد طبعا إن المستشفى دي فيها حاجة غريبة أو ممكن تكون مسكونة. بس زي باقي الفيديوهات الحكم ليكم. في ست عايشة لوحدها في البيت، وبتحصل لها حاجات غريبة جدا جوه البيت. حاجة تمسك شعرها من ورا، أو إنها تسمع أصوات، فجأة تلاقي جرس الباب بيرن لوحده ولما تفتح ما تلاقيش أي حد. والمواقف دي ما كانتش بتحصل لها إلا في البيت اللي هي لسه ناقلة فيه جديد ده. وكان عندها كلبتين، فاللي كان بيحصل في البيت خلاها تحس إنها خايفة عليهم، قلقانة لحسن الحاجات اللي بتحصل دي تأذي كلابها. يعني مش خايفة على نفسك وخايفة على الكلاب. المهم إن في الفيديو اللي جاي ده لورين دي كانت واقفة في البلكونة أو في زي الجنينة كده بتاعة البيت، يعني بتتكلم في التليفون، لحد ما فجأة حصل كده. Hey, when are you coming over? I gotta wait for my work clothes to dry. And I'm coming. Okay, I'm hungry. I understand that. I can't just not leave without my work clothes. Okay, that's fair. Well, do you want me to just make something here? What do you have? I mean, like pizzas or maybe chicken nuggets, nothing crazy. Do you have ranch at your house? No, can you bring your ranch? Pretty much. Dude, my door just closed. Is that the slam sound? Yes. And it's locked. What the fuck? I just got locked out of my house. Is it the only one there? Yes, nobody's here. That's kind of scary. Where's the door? Luna! Luna's inside by herself. I don't even see her in there. Well, But, hang on. Anything rash? Baby? Hello? Oh, fuck, she's nudged it. Luna! 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 الباب اللي وراه باب الحديقة اتقفل لوحده، وبعد كده جرس الباب ابتدى يرن من غير أي سبب، من غير ما يكون حد هو اللي بيخبط على الباب. في اللحظة دي بقى
لورين عرفت ان ده موقف بقى من مواقف الرعب اللي بتحصل، علشان فجأة تجري جوه البيت عشان تشوف كلابها لو حصل لهم حاجة، لو اتضروا تطمن عليهم يعني. لحسن الحظ ان هي خرجت من الموقف ده بسلام هي وكلابها، بس اللي حصل المرة دي كان مرعب لدرجة انها خلاص قررت ان هي تسيب البيت وتروح تقعد عند واحدة صاحبتها او واحدة من عيلتها كان يوم كده لحد ما تقدر تنقل لشقة تانية. واصحابها دعموها في القرار ده، لان قالوا لها ان واضح جدا ان النشاطات اللي بتحصل في البيت دي مش هتوقف، ومش بعيد انها تزيد اكتر كمان. وانتوا ايه رأيكم؟ في الفيديو اللي جاي فرقة موسيقية كده بسيطة يعني كانت بتستعد انها تقدم عرض للجمهور، واضح ان الحدث ده اتعمل عشان الفرقة دي يعني. ففي البداية الفيديو شكله عادي جدا، ولكن بعدها بشوية بيحصل حاجة اللي يلاحظها هيمشي من المكان فورا وهيترعب جدا. اتفرجوا كويس. Pero pues, cuando entraron a la universidad, pues ya se deshizo el grupo, se mantuvieron un tiempo, pero no se pudo después. Y ya, pues ahorita me llegaron con esto de que casi que la última tocada. وهما بيغنوا في حد أو حالة بتظهر في الخلفية. الكائن الغامض ده ظهر فجأة من ورا التلفزيون اللي متعلق على الحيطة، وكأنه هو كمان بيتفرج على الفرقة ومستمتع بيها. والأغرب من كده إن الكائن أو الحاجة دي ما بتظهرش في أي حتة تانية من الفيديو، كأنه كان مستخبك وظهر فجأة من العدم. يعني هو ما ظهرش من أي حتة إلا من الجزء اللي ورا التلفزيون ده، يعني ولا دخل مع الحضور ولا كان موجود مع الفرقة، مش موجود في أي حتة غير هنا. بس بغض النظر عن كل ده في حاجة تانية لما الناس شافت الفيديو ده علقت عليها، مرعبة أكتر من اللي فات كمان. إن لو ركزت هتلاقي إن الكائن اللي ظهر ده ظهر من حتة ضيقة جدا ورا التلفزيون. يعني دي شاشة رفيعة، واللي بيبقى ما بين الشاشة وما بين الحيطة زي ما انتوا عارفين جزء صغير، يعني ما يطلعش راس بني آدم. فرضا يعني لو حد ده بيعمل مقلب أو حاجة هيظهر ازاي من الجزء الرفيع اللي ورا ده؟ فلسه لحد النهاردة الناس مش قادرة تستوعب هل ده فعلا كيان ولا ده شبح ولا ده ايه بالظبط، محدش قادر يفسر. بس سواء كده أو كده لو الفيديو ده حقيقي يبقى فعلا كابوس. الفيديو اللي جاي ده لأب عايش مع بنته، البيت بيحصل فيه حاجات غريبة جدا جدا ومرعبة، والفيديو ده على فكرة حقيقي وهتعرفوا ان هو حقيقي لما تتفرجوا عليه. بوب مش قادر يتخلص من احساسه بان في حاجة بتطارده هو وبنته في الشقة، فبيحاول انه يوثقها بالفيديوهات علشان ياخد رأي اللي حواليه فيها او حد يحلله المشكلة دي. فهو وثق شوية حاجات، ولكن اكتر موقف خوفه هو اللي جاي في الفيديو ده. It's either in my room or Sky's room, but Sky's passed out right now. But it's crazy, though. Hold on. See, she's sleeping. See, I'm telling you, I keep hearing weird shit. I think it's coming from my room now. I don't know what that sound is, though. Oh, what the f was that, man? Yo, f this. F this. بوب كان قاعد لوحده في الريسبشن يوم بنته ما كانتش موجودة، فسمع أصوات غريبة جاية من أوضته، فمسك الموبايل وابتدى يسجل. الصوت جه من وراه وكأن في حد دخل الأوضة. اتوتر جدا من الصوت، قفل الدولاب وخرج. على مدار الشهور اللي بعدها بوب فضل يصور في فيديوهات،
بس الفيديو الأخير أكتر واحد خلاه يقلق، وساعتها كان قاعد لوحده في البيت. اتفرجوا. I know y'all hear the footsteps. I'm like shaking already. So early in the morning too. See, I know you hear them pacing in there. Nah, get out of here, man. Hello? I'm like freaking out. كل ده خلى بوب على وشك انه يفقد عقله. بصراحة هو كمية الألعاب والدمى والحاجات اللي في البيت، يعني ده لو مش مسكون البيت ايه اللي هيتسكن من كتر الحاجات اللي فيه ده. فده أقل واجب يحصل في البيت بصراحة. وأصلا الألعاب والحاجات اللي موجودة شكلها يخوف لوحده. في فيديو تاني هو كمان سجله خلاه مرعوب أكتر من الفيديوهين اللي فاتوا كمان. الفيديو ده اتسجل في أوضة بنته. اتفرجوا عليه. See, there's her piano. Don't mind her room. She has so many damn toys. You gotta clean up like every day in here. Hello? But at least y'all caught that part. Yo. Nope, I'm good. Nope, I'm good. Shut that. I'm telling you, every time I'm here by myself, man. See, look, her piano's still going off in there, man. في أوضة بنته لعب الأطفال ابتدت تتحرك وتطلع أصوات لوحدها من غير ما حد يلمسها، من غير ما حد يكون معاه في البيت. وده واضح جدا في الفيديو. اللي بيحصل في بيته بيزيد غرابة يوم عن التاني، والأحداث اللي بتحصل بتكون أكتر ومرعبة أكتر، ولحد دلوقتي محدش قدر يحلله مشكلته. أنا رأيي إن المشكلة دي كلها طبعا بسبب كمية العرايس والدمى الكتيرة اللي في البيت دي حاجة مش طبيعية بصراحة. يعني في أذواق كده بتساعد الشياطين أو الجن إنهم يسكنوا في المكان ويحبوه، وأعتقد إن التماثيل والدمى والعرايس والحاجات الكتيرة اللي زي دي بتساعدها أكتر، بجانب طبعا إنهم أصلا ناس يعني يعتبر مش مسلمين، مش بيشغلوا قرآن، مش بيصلوا، مش بيقولوا أذكار، مش بيقولوا أي حاجة. فكل دي حاجات بتساعد يعني على الظواهر اللي بتحصل لهم الكتير دي. عشان كده ما تستغربوش لو الأجانب هم أكتر ناس بيحصل لهم الحاجات دي. طبعا العرب والمسلمين بيحصل برضو حاجات زي كده، ولكن بفضل الله ممكن الناس تقدر تتغلب عليها عادي جدا بالأذكار وبالقرآن وبالتحصين. فالحمد لله على نعمة الإسلام طبعا. في الفيديو اللي جاي مجموعة من الأصحاب متجمعين مع بعض بيغنوا ترنيمة معينة كده، غالبا يعني ده زي سنوية حد عندهم مات يعني. فالشخص اللي بيصور بيلف بقى حوالين الأوضة علشان يصور الناس كلها، وكان متوقع إن الليلة دي هتعدي بشكل عادي وجميل يعني بما إنهم بيغنوا ترنيمة يعني. ولكن ما كانوش يتوقعوا إن في حاجة هتحصل من رعبها هتطاردهم طول حياتهم. وده الفيديو، ركز كويس لأن محدش لاحظ اللي حصل ده ولا حتى اللي بيصور نفسه إلا بعد ما رجعوا الفيديو وهما بيتفرجوا عليه. اتفرجوا كده. أثناء ما الكاميرا بتتحرك ناحية الممر، كائن كده زي ظل ظهر وهو بيجري في الممر بسرعة، بيجري بسرعة بجد، أسرع من قدرة أي بني آدم على الجري. حركته السريعة وشكله كأنه ظل كده خيال
كانت كفيلة إنها ترعب العيلة كلها. الناس اللي شافت الفيديو شايفة إن الترنيمة أو الكلام اللي كان بيتقال ده هو السبب في إن الكائن ده ظهر. مفيش معلومات كتير عن الفيديو ده، ولكن ده اللي ظهر، فصعب إن احنا ندي تفسير قوي. انتوا ايه رأيكم؟ حصنوا نفسكم وحصنوا بيتكم، يا رب يحفظكم وإيانا من أي شيء وحش. وبس لحد هنا يكون خلص الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، واستنوا فيديو جديد وحلقة جديدة. سلام.